السلام عليكم، يعطيكم العافية يا شباب. أول شيء في توضيح مهم جدا بخصوص الإعلان اللي أعلنا عليه، وهو نقل نهائي تحدي 30 موسم كأس الجمهور بشكل مباشر ومنقول حصري لايف على منصة شاشة فقط. طبعا طريقة الاشتراك مو انك تشترك في كل الموجود داخل الشاشة، لا، هي باقة النهائي فقط، قيمتها بالكويتي 950 فلس فقط، أي $3 فقط لا أكثر. وتشوف النهائي كامل، مو بس النهائي، تشوف الإيفنت كامل. في أشياء كثيرة طافت اللي ما حضروا السنة اللي طافت من فعاليات ومن وايد أمور أكبر من السنة اللي طافت أيضا راح يشوفونها الناس اللي حاضرين، زائد الناس اللي تبي تشترك، اللي قررت أن تدفع، هو مبلغ رمزي طبعا من فلوسها، شيء بسيط لا يذكر، عشان تشوف. هذا رقم واحد. اثنين، لأن في كمية هجوم وصلت أن مساعد احنا اللي رفعناك واحنا اللي سويناك واحنا اللي نزلناك. انا ما راح ارد على الكلام وراح اترفع، وانا اثق ومكررها مليون مره في يمكن اغلب الحلقات واغلب المقابلات. من بعد توفيق ربي انا اجزم ومتاكد بذلك ان الفضل يعود لمشاهدتكم، وهذا شيء ما في اي خلاف عليه. لكن اليوم احنا حطينا لك خيارين، تبي تشوفه مباشر، تبي تشوف الفعاليه كامله، تبي تشوف كل شيء تفاصيل وكانك حاضر باعلى التقنيات وباعلى جوده، هذا الخيار تفضل، منقول لايف على منصه شاشه بسعر رمزي. في خيار ثاني موجود بينزل باليوتيوب كالعاده بشكل مجاني، لكن الحلقه فقط، المواجهه فقط بين الخصمين فقط لا اكثر. نفس شنو؟ نفس النهائي السنه اللي طافت، سوينا ايفنت كبير وقدمنا اشياء كبيره للحاضرين فقط اللي قرروا يدفعون يشترون تذاكر، ونزلنا الحلقه، بس الحلقه فقط لا اكثر. هذا اللي نزل، والسنه راح ينزل نفس الشيء، راح ينزل بس الحلقه ثاني يوم بعد 24 ساعه في اليوتيوب في قناه. نكمل، راح تنزل حلقه النهائي في القناه بشكل مجاني ولكل جميع الدول وللجميع، الكل بقدرته يستطيع يشاهدها بالوقت الذي يشاء. شنو الهدف مساعد من اللايف؟ وايد اشياء، تجربه جديده وشيء حلو ربحي، اقسم بالله العظيم لا دينار واحد مو داش بجيبي. ادري صعب تصدقون، بس ما اقدر انا اعرض الخصوصيه والتفاصيل. اللي بيصدق اهلا وسهلا، اللي ما يصدق كيف. الواحد من حلف انت مجبر تصدقه، لان لازم تصدقه، لان حلف بالله سبحانه وتعالى، الله يحاسبه اذا هو كذاب. هذا واحد. رقم اثنين، وايد الشكاوي اللي صارت بنهائي السنه اللي طافت ان مساعد انحرق علينا. تخيل واحنا مسوين المستحيل، منظم ومنظم وبين منظم ومنظم اي احد يرفع تلفونه على طول يشغلون عليه بالليتات، على طول يوقف بالليت، وقف. ماكو شيء ما سويناه، فيديوهات تنبيه، دير بالكم عند الدخله، ممنوع التصوير، ممنوع. ومع ذلك تم حرق النهائي في كل المنصات وانتشر عند الجميع، والكل عرف النهائي ان عبد الله شكراني هو كان بطل كاس العرب قبل لا تنزل الحلقه. فاليوم انا حطينا خيار، اللي يقدر وباستطاعته تعال عشان ما ينحرق عليك، وشوف اذا انت تقدر. انت ما تقدر ابتعد عن السوشيال ميديا هالفتره باي شيء يخص تحدي 30. ما قلت لك انت السوشيال ميديا ولا تمسك تليفون، كيف تمسكه، بس ابتعد عن اي اخبار تخص حلقه تحدي 30 اذا كان يهمك تحدي 30، وانا ان شاء الله في ذلك. فالموضوع فيه خيارين، انت اختار، تبي طلعه مباشر بسعر رمزي، ولا تبي تطلع كالعاده نفس اللي طافت والسنه اللي قبلها، كيف انت اختار. لكن احنا ما قلنا لا ما حد يشوف اللي يدفع فلوس، هذا اقص ايدي انا اسويها، اقص لساني قلتها اصلا. فنتمنى اي اختيار انتم تختارونه انا متشرف فيه وسعيد في ذلك، ولا محظوظ اصلا اقسم بالله فيكم. فهذا ردا على الاصوات القليله اللي طلعت تهاجم هذه الفكره. الحلقه بتنزل باليوتيوب كالعاده، تبيها مباشر، تبي تشوف كامل الفعاليه كامله وكامل الحفل، منصه شاشه هي الناقل الحصري والوحيد ب $3 اي 950 فلس كويتي فقط. انتهى يعني كل الكلام.